String literals in C sharp. Literals is the literals in C sharp which are enclosed in double quotes is لو انت حطيت الليترالز بتاعتك في دبل كوت او بدأتها بعلامة الات ودبل كوت دي معناها او احنا بنسميها string literals in C sharp. We can represent string literals in two ways. الطريقتين الأولانية اسمها regular string literals. A regular string literals in C sharp consists of zero or more character enclosed in double quotes. يعني انت الطريقة الأولانية ان انت بتحطها في الدبل كوتس زي دي. كمثال ليها ان انت ممكن تقول له دوت نت باك سلاش ان دي دوت نت باك سلاش تي توتوريالز. معناها كده ان انت جيت استخدمت الاسكيب سيكونس او استخدمت اليونيكود عادي، ما عنديش مشكلة فيها الكلام ده. هنا هتطلع لك زي ما احنا قلنا هتطلع في المثال تحت هيبان في المثال قدام. وكمان في حاجة اسمها verbatim string literals. معناها ان هي لو انت بدأت بحرف الآت الطريقة التانية، لو انت بدأت بحرف الآت والدبل كوت دبل كوت دي اسمها verbatim string literals. تمام؟ which contain zero or more character and ends with double quotes character. They can store character or escape sequence. For example لو انت عملت الطريقة دي هي نفس الطريقة الأولانية بس انت ضفت على حرف الآت قبل الكلمة. In this case the escape sequence or character will be printed as it. خلي بالك as it يعني ازاي؟ يعني هنا الكلمة دي بالظبط هتطبع زي ما هي كلمة دوت باك سلاش ان نت باك سلاش تي توتوريالز هتطبع زي ما هي. ليه؟ لأن أنت حطيت حرف الآت. خلي بالك هنا لو ما حطيتش حرف الآت هيطبع لك كلمة دوت ينزل سطر نت بعد كده ياخد تاب ويكملها. كمثال عندنا ادي اول واحدة سترينج 2 سترينج 1 اهو دوت نت توتوريالز. رقم 2 بدأ بالطريقة التانية حرف الآت. طيب سترينج 3 استخدم الطريقة الأولانية. سترينج 4 استخدم الطريقة التانية. فأنا لو جيت عملت له برنت السترينج 1 هيجي يقول لي ادي سترينج 1 اهي. طيب لو انا قلت له برنت سترينج 2 ادي سترينج 2 اهي هيبرنت سترينج 2 ما فيهاش مشاكل. طيب لو انا قلت له برنت سترينج 3 هيعمل ايه؟ هيقوم عامل المفروض ياخد كلمة دوت بعد كده ينزل سطر يكتب نت بعد كده ياخد تاب ويكتب توتوريالز. طيب لو انا عملت له سترينج 4 اللي هو بادئ بحرف الآت ده هيطبع لي السترينج زي ما هو مش هيعمل حاجة وهيجنور الاسكيب كاركتر وهيطبع لي الشكل ده اللي هو دوت باك سلاش ان نت باك سلاش تي توتوريالز. طيب نشوف الكلام ده عندنا في الفيجوال ستوديو ازاي بيتعمل. ادي كفيجوال ستوديو بيقول لك ادي السترينج ليترالز. ادي الاربع متغيرات اللي احنا شفناهم من شويه. اول متغير الاس تي السترينج 1 سترينج 2 سترينج 3 سترينج 4. وادي في الاول مستخدم الطريقه العاديه بعد كده مستخدم طريقه الفيرباتم بعد كده الطريقه العاديه برضو بس هنا حاطط سكيب كاركتر وهنا الفيرباتم وحاطط سكيب كاركتر وقلت له برنت يا باشا الاربع متغيرات